في ناس لما بتتعامل معاهم تحس ان بطاريتك بتنزل فجأة. النهاردة في سكن هنعلمك 3 حيل ذهبية تتعامل بيهم مع الأشخاص السلبية من غير ما تغلي ولا تتفجر. ما تقلقش، مش هنقولك ابتسم وتحمل. أول حيلة، ما تشربش كلامهم السلبي، ما تاخدهاش على أعصابك. رد بربنا يسهل وخلاص هتعدي. الردود المحايدة دي بتقطع الطريق عليهم. تاني حيلة، حول الهجوم لكوميديا. لو حد قالك ايه اليوم الاسود ده، رد عليه انا لابس اسود فشكله جه على بالك. الدعابة البسيطة بتخلي السلبي يتلخبط. تالت حيلة، اسألهم سؤال ايجابي يغير الموضوع. قول طيب ايه احسن حاجة حصلت معاك النهاردة؟ هيتكسفوا ويحاولوا يدوروا على اي حاجة حلوة. السلبيين دايما متعودين يشوفوا السواد، هتخليهم يفتحوا عينيهم على النور. جرب الحيل دي مع اي واحد سلبي تقابله الاسبوع ده، واكتب في الكومنتات هحاول اطبق الحيلة رقم كذا. وما تنساش تشترك في القناة عشان توصل الطاقة الحلوة لناس كتير، وتدوس على الجرس عشان يوصلك الحلقة الجاية اللي هنكلمك فيها عن ازاي تمسح الافكار السلبية من دماغك في 5 دقايق. وخليك فاكر الطاقة السلبية عدوك، وانت عندك حق تلبس كمامة نفسية. اللي بيسمح للناس تفرغ طاقته كأنه بيبيع بطارية برخص التراب.